ويستمر على الدعاء ويكرر الدعاء حتى يحصل له مطلوبه، ولا ييأس ولا ينقطع مهما تأخرت الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. كذلك أنت إياك أن تنقطع عن الدعاء. الشيطان وش يسول لك؟ يسول لك أنك دعيت مرة ومرتين وثلاث. لا بد أن تعرف أن مدبر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، فإذا دعوته إياك أن تشترط عليه وقتا. لا تجي تقول والله أنا أبغى هذا الشيء يحصل خلال يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم متى حصل له الفتح وأظهر الله عز وجل دعوته واستجاب له في أمته، وأن عز الله عز وجل الإسلام، متى؟ عند موته عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان هذا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلم أنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وقرب أجله. فلاحظوا، هذا من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ظل يدعو الله عز وجل، يتقرب إلى الله ويتوسل إلى الله ويستغيث بالله حتى حصل له مقصوده آخر حياته. أيوب عليه الصلاة والسلام دعا الله 18 سنة من المرض ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله عز وجل دعاه، وما انقطع. ما قال والله يوم ويومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، لا، استمر في دعوته حتى استجاب الله عز وجل دعاه.